بهدف الاسطوره ناصر منسي الزمالك بيفوز على سموحه، فوز جديد، فوز مهم، فوز ببطوله بالنسبه لنا وبتهيأ بالنسبه لكل الزملكاويه. الفوز في التوقيت دوت في ظل الظروف اللي احنا فيها، كل مكسب لنا ببطوله، كل مكسب لنا سواء في الدوري او في الكونفدراليه او في الكاس، اي بطوله الزمالك داخلها السنه دي ببطوله في ظل الظروف ديت. احنا النهارده بنأكد ان احنا بننافس على الدوري، وفي نفس الوقت بنأكد لو لا قدر الله ما فزناش بالدوري، بنأكد ان احنا بننافس على المركز الثاني عشان بقى نخش دوري ابطال افريقيا. تمام؟ خشوا على الصفحه عندي في البايو، هتلاقي صفحه الفيسبوك، فولو ومتابعه، هتلاقوا كل الاخبار، كل الفيديوهات بتاعت الزمالك وكل الاخبار العالميه بتاعت كره القدم. يلا نكمل الفيديو. الشوط الاول بالنسبه لي بعنوان مفيش نص ملعب. مفيش نص ملعب عندك قادر ان هو يربط بين خط الوسط وخط الهجوم، وفي نفس الوقت دور ادم كايد واضح قوي ان هو تاثيره باين، ان هو الوحيد اللي كان بيربط لك بين خط النص وخط الهجوم، هو اللي كان المايسترو اللي بيحرك لك خط النص ويربط بخط الهجوم. وفي نفس الوقت انت لو لاحظت هتلاقي النهارده السيد اسامه اللي كان بيلعب مدافع الماتشات اللي فاتت، كابتن معتمد جمال بيلعبوا خط نص، اللي هو اصلا كان مكانه مين؟ محمد اسماعيل. اللي اصلا محمد اسماعيل كان مكانه مين؟ كان بيلعب ايه؟ مدافع. فالسيد اسامه النهارده بيقوم مكان بدور محمد اسماعيل اللي هو اصلا مدافع بيلعبوا خط وسط، وده بيبين لك ان احنا ما عندناش لعيبه، ما فيش لعيبه. المدافع بيبقى خط وسط، وخط وسط يبقى مدافع، وخط وسط يبقى مدافع. مفيش لعيبه يا جماعه، مفيش لعيبه. فعشان كده احنا عمالين كابتن معتمد كتر الف خير ان هو بيعمل كده، وان هو بيوجد حلول حتى لو ما كانتش اللعيبه دي بتأدي الدور الكامل بتاعها. بس يعني حلو قوي انهم بيعملوا كده، يعني رضا اقسم بالله. فنرجع تاني للماتش ونقول ان مفيش في الشوط الاولاني بالنسبه لي هي غير كوره منه لله شيكو بنزا، وهنرجع له، وكوره الجزيري برضه منه لله وهنرجع له. برضه في كوره كانت ممكن تيجي فينا جون اللي غطى فيها محمد ابراهيم، اللي لمح لاعب سموحه لولاه قسما بالله. محمد ابراهيم جات له كوره النهارده رجع فيها وما غطاش، وغطى على محمد مجيد والونش، وشالها في الاخر المهدي سليمان ببراعه. فهي دي الملخص الشوط الاولاني، مفيش غير كده، لا اكتر ولا اقل. نيجي بقى للشوط الثاني، والشوط الثاني لقيت لعيبه السموحه كلها رجعت تدافع. انا فكرت قلت يا جماعه دي احسن تمرينه للزمالك هيعملها قدام كايزر تشيفز. ما هو كايزر تشيفز هيجي يعمل نفس الحوار كده اللي هيعمله اللي عمل سموحه النهارده. لعيبه كايزر تشيفز هتقف كلها دفاع، محدش هيطلع الا يعني في هجمه مرتده، هيلعبوا على الهجمه المرتده. فلعيبه سموحه النهارده احسن تمرينه للزمالك النهارده يقدر يشتغل عليها، وقلت يا رب لعيبه الزمالك تقدر تخترق الدفاع دوت وتجيب جول. والحمد لله ربنا كرمنا بكوره ناصر منسي. نيجي بقى للجون، والجون ده يا جماعه بالنسبه لي قصه، وبطل القصه دي الراجل اللي في الصوره دوت خوان بن زيرة النهارده في الشوط الثاني بالذات قدر يحل محل ادم كايد، قدر يربط لك بين خط النص وخط الهجوم. هو الحلقه المفقوده اللي كانت ناقصه الزمالك في الشوط الاولاني لما غير مركزه ولعب تحت المهاجمين. وفي نفس الوقت المايسترو عبد الله السعيد وجوده بس كام دقيقه قدر ان هو يغير لك، يعني من كره واحده قدر يضرب لك الخطوط كلها. وهنا لما لمح بتزيرة فض نفسه واستلم، وبتزيرة ضرب الدفاع معاه، دفاع سموحه، نزل استلم الكوره ضرب بيها الدفاع، اداها لناصر منسي مصدق وجاب جون بطريقه ولا اروع. نيجي بقى للجون بتاع ناصر منسي النهارده جاب احلى جون في تاريخه مع الزمالك بالنسبه لي، طبعا غير جون الاهلي. جون الاهلي ده حتى لوحده، بس الجون دوت في كده تكنيك كده عمله بجسمه كده، وحرك جسمه وخلى جسمه في ناحيه ورجله علقها كده بشوطه من بعيد. يعني لعيبه الكوره هم بس اللي يعرفوا اللي عمل ناصر منسي النهارده حرفنه. الصراحه انا ما كنتش اتوقعها منه خالص، لكن النهارده ان هو يعمل جسمه كده ينطره، يعني انطره جسمه وبرده انطره الرجل مرجحتها كده ويحطها في الزاويه البعيده، دي كوره ما يعملهاش غير واحد لعيب. وناصر منسي النهارده جاب جون ولا اروع
بجد يا ابني ما شاء الله عليك، استمر يا ناصر. المهدي سليمان النهارده شال كوره او كورتين كانوا خطيرين جدا على الزمالك، والمهدي سليمان كل واحد يا ابني بيجي له دوره، وانت شكلك كده يا مهدي في ظل غياب عواد وفي ظل غياب محمد صبحي، انت اللي يعني اللي ربنا حطك في التوقيت دوت عشان تكون رجل الفتره او المرحله دي. استمر يا ابني وطور من نفسك، وان شاء الله ربنا ما بيضيعش مجهود حد. اتمنى اني ما اشوفكش تاني في الملعب، اقسم بالله انا تعبت. انا من اول، يعني انت لو رجعتوا اول فيديو عملته له اول ما شفته هتلاقوا نفس الكلام اللي بيقولوا عليه هو نفس الكلام، مفيش تغيير. يعني من اول ما شفته قلت الراجل ده يا جماعه عشوائي، مالوش، ممكن عنده مهاره بس مهاره في السيرك، مهاره في يعني للشو، لكن مش لاعب كوره ابدا. بجد يعني هقول ايه، بس هقول ان وجوده لكابتن معتمد يعني من الاخر كده بايه، بيكسب وقت بيه، مش اكتر من كده ولا اقل، عشان يريح الباقي وينزل حد مكانه يلعب بعديه، مش اكتر من كده ولا اقل. لكن هو هيصنع لي الفارق؟ لا، مش اللعيب اللي هو قدر يعمل كده وقادر يعمل كده. بص يا جزيره، انا زهقت، اقسم بالله زهقت يا ابني. انت مره فوق مره تحت، مره عالي مره واطي، انا زهقت. مفيش، ما هو بس انا متاكد من حاجه، ان كابتن معتمد لو ما كانش عدي الدباغ وناصر منسي النهارده ما كانوش تعبانين، ما كانش ابتدى بيك، ما كانش ابتدى بيك النهارده خالص خالص، ده انا متاكد منه. النهارده انت ضايع وقفاتك استلاماتك، حتى في كوره جاتك النهارده ضيعتها كده باستهتار. ما فيش، هقول ايه؟ اللي مش هيلحق نفسه الفتره ديت ويثبت نفسه مش هيكون له مكان، اقسم بالله. خليك زي ما انت كده.